مساء الخير ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله راح نشوفوا وصفة مملحات محشية بالجبن والثوم والمعدنوس. يجوا بزاف بنان، تقدروا ترافقوا بهم اي نوع تاع حساء حبيتوا. ما نطولش عليكم، اروحوا معايا نشوفوا مقادير وطريقة التحضير تاع هاد الوصفة. اول حاجة هنا واش راح نسحق. عندي 375 غرام تاع الفرينة، 50 غرام تاع زبدة دايبة، مغرفة كبيرة خميرة الخبز، مغرفة كبيرة تاع اللحظة ومغرفة صغيرة تاع الملح، و100 مليلتر تاع الماء وحبة تاع البيض. اول حاجة نخلط الخميرة، نحطها في هذاك الماء يكون دافي، نخلطهم ونخليها تتفاعل بجهة. نجيب الفرينة تاعي نخلط معاها كامل النواشف، قلت لكم مغرفة كبيرة تاع اللحظة مع مغرفة صغيرة تاع الملح. راح نخلطهم غير بالمغرفة هكذا دوكا راح يعني نضيف لهم هذاك الخليط تاع الخميرة اللي كنت خليتها حوالي 5 دقائق. نضيفها وراح نزيد تاني بجهة 50 غرام تاع الزبدة اللي كنت ذوبتها. ونبدا نجمع في العجينه تاعي هكذا. راح نزيد تاني الحبه تاع البيض، حبه كامله تاع البيض. هكذا هنا الا شفتوا العجينه تاعكم ما تلمتش، بيان سور راح تزيدوا الماء غير بشويه، زيدوا بشويه وتجمعوا العجينه تاعكم. راح تتحصلوا العجينه تكون شويه طريه. هاي العجينه تاعي بعد لميتها، راح نخدمها فوق طاوله العمل باش تولي ليس هكذا. راح نرجعها ونغطيها ونخليها تخمر. هنا بعد ما خمرت العجينه تاعي راح نجي ونقسمها على 2، نقسمها على 2 يكونوا متساويين هكذا. ونبدا نفتح بالوحده، نرش ملح الفرينه باش ما تلصقليش في البلان دو طرافاي تاعي، ونفتحها على شكل مستطيل، يعني نرققها شويه، ما تخلوهاش خشينه، رققوها مليح. ونزيد نفتح العجينه الثانيه نفس الحجم تاع الاولى على شكل مستطيل هكذا باش ندير وحده فوق وحده. نحكم عجينه وحده ونجيب هذا الخليط تاع زبده مع الثوم كنت رابيتو، ونخلطهم مليح، نخلط الثوم والزبده، ونجي ندهن هذا العجين الوجه تاع العجينه تاعي، ندهنها مليح بالثوم والزبده هكذا. من بعد ندير كميه مليحه تاع الفرماج، هنا درت فرماج رابي، ديروا اي نوع حبيتو، ويا بيان سور قد ما تكثروا راح تجي بنينه. من بعد كي درت الفرماج راح نزيد المعدنوس هكذا. كي نكمل راح نجيب العجينه الثانيه اللي كنت فتحتها ونحطها من الفوق هكذا. نحط العجينه تاعي من الفوق ونحاول نغلق مليح الاطراف بهذه الطريقه. هنا بعد ما غلقت الاطراف مليح راح نجيب هذيك اللي نقطعوا بها البيتزا ونقطع هكا مستطيلات رقاق بهذه الطريقه، نقطعهم بالطول. من بعد واش راح ندير، نجيب عود تاع الشوا نحطه في الوسط، نضغط هكا بشويه ونروليها بهذا الشكل. هنا راهي واجده.
نزيد نفس الطريقه، نجيب هكا حربوش وندير عود تاع شوا في الوسط، نزيد نضغط الجهه الاخرى، ومن بعد نبدا نرولي فيه هكذا بهذا الشكل. راح نكمل ندير نفس العمليه مع باقي العجينه تاعي. هنا بعد ما نكمل نشكلهم نحطهم في سنيوه اللي تدخل للفرن. بيان سور راح ندهنهم بصفر تاع البيض باش يعطوني لون شباب، وندخلهم للفرن تاعي يطيبوا من التحت، من بعد نزيد نشعلهم الفوق يتحمروا. وهم ديك البنات المملحات تاعي بعد ما طابوا اعطوني هذا اللون الذهبي. شوفوا كاش يجوا يشهوا، تقدروا ديروهم باش ترافقوا الحساء تاعكم ولا اي نوع تاع شوربه، يجوا بزاف ملان. كانت هذه هي الوصفه تاع اليوم، نتمنى انكم تجربوها وتعطوني رايكم. ما بقى لي غير نقول لكم الى اللقاء، نتلاقاو في الوصفه القادمه. مع السلامه.